شباب تالتة اعدادي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا باشمهندس كرولوس كمال. ان شاء الله هنراجع مع بعض كده على الدنيا كده. ان شاء الله هنبدا بالالجبرا، فركز معايا كده عشان انت عايز تفهم عشان تعرف تحل. انت مشكلتك دايما في الالجبرا ان انت حافظ مش فاهم، فانت لو فهمت هتعرف تحل. قال لي حلو. احنا هنا مجمعين حبه اسئله كده حلوين، ما يعني حبه كم حبه، يعني حبه حلوين يعني. فانت بس كل المطالب منك ان انت تركز معايا وتكتب ورايا ورقه وقلم كده وتركز في اللي هيتقال. قال لي الاكس ب 6 يبقى ان اكس باور 2. احنا قلنا دايما ان الان اكس هو عدد ارقام الاكس، انا عايزه يبقى باور 2 مش 6 باور 2. طبعا دي غلط. عدد ارقام الاكس يبقى انا عندي في الاكس ده رقم واحد، يبقى الواحد ده يتعمل باور 2، يبقى الاجابه كام في الاخر؟ برضه واحد. يبقى هنا اول سؤال اجابته ايه؟ واحد. vertex of the curve. السؤال ده مهم جدا، خلي بالك منه. السؤال اللي هنكتبه دلوقتي هو الفيرتكس بتاعت الكيرف ده مالها؟ قال لي بص، قال لي الفيرتكس او القانون اللي بجيب منه الفيرتكس بتاعت الحاجه زي كده x باور 2 ماينس 4x بلس 5. قال لي بص يا بابا، عندي قانون بيقول لي ايه؟ في قانون بيقول لك ان الفيرتكس نيجاتيف v اوفر 2a f of نيجاتيف v اوفر 2a. مين ال A؟ مين ال B؟ مين ال C؟ هنا الرقم ده اللي هو بيبقى ال A، وهنا الرقم ده اللي هو بيبقى ال B، والرقم ده اللي هو بيبقى ال C. يعني انا مستر لو عايز اعوض بحاجه زي كده، طبعا هي الشاشه معلقه، فيبقى نيجاتيف 4 اوفر 2 في ال A اللي هو 1. نيجاتيف تبقى بوزيتيف 4 اوفر 2 يبقى الاجابه 2. يبقى الاكس عندك بكام؟ ب 2. قال لي لو بصيت كده على الاجابات، قال لي رخم، قال لي يبقى دي غلط ودي غلط، يبقى الاجابه يا اما 2 4 و 2 1. يبقى انا لازم امسك الاكس دي واروح معوض بيها في الايكويشن فوق، فتبقى 2 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي 2 بلس 5. يا عم اكتب بقى. ايوه بلس 5. 2 باور 2 يعني 4 ماينس 8 يبقى نيجاتيف 4 بلس 5 يبقى 1. يبقى هنا الاجابه 2 1. يبقى انت كل اللي بتعمله بتجيب الاكس وترجع تعوض في حاجه اسمها اف كده. الاكس بتاعتك اللي هي كام؟ 2. دي اللي هي الايه؟ الواي. يبقى انت كده البوينت بتاعتك 2 1. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. السؤال اللي بعده بيقول لك لو انا قلت لك ان، بالله عليك امسح بقى، لو قلت لك ان البوينت دي 5 و a ماينس 5، عايز اسالك هي موجوده في انهي كواد، وقلت لك خلي بالك ال a اكبر من 5. قال لي خلاص يا مستر انت قلت لي افرض ارقام a اكبر من 5 a اكبر من 5، يبقى انا ممكن احط ال a مثلا ب 6. يبقى احط ال a ب 6، يبقى بقت البوينت 5 و6 ناقص 5 اللي هي كام يا مستر؟ يعني 5 و1. 5 و1 يبقى الاجابتين دولت بوزيتيف. يبقى انهي كواد؟ يبقى الاولاني. طبعا ده سؤال نظري بيقول لك الديفرنس بين الجريتست اند السمولست. الجريتست والسمولست يبقى لو عملناهم ماينس بعض يدوني الرينج. السؤال اللي بعده حلو، يلا بينا. طبعا احنا مضطرين يعني نتعامل مع هذا الشاشه اللي هتخلينا يعني المهم ادينا شغل. ان اكس ب 6. الله، ان اكس ايكوال 6. حلو يا معلم. و ان اكس في واي، السؤال ده دايما بيجي في الامتحانات، ركز عليه بقى. ايكوال 18. يبقى الان واي بكام؟ قال لي ما دام الان اكس في الواي ب 18 يبقى الان اكس ب 6، يبقى اكيد ده 18 على 6. بقسم الحاجه اللي هم تايمز بعض على واحده منهم عشان تجيب لي الثانيه، يبقى الاجابه كام في الاخر؟ ب 3. سؤال زي كده مهم.
يلا بينا. يقول لك ايه؟ يقول لك 3x بلس 7 ايكوال 1. مستر ما ينفعش اي حاجه تبقى ب1 غير لو الباور ده قلت لك بزيرو، يبقى انت هتمسك ده وتساويه بكام في الاخر؟ بزيرو، وادي ده الناحيه الثانيه الاكس بكام فعلا؟ نيجاتيف 7. يعني هي الاجابه بنيجاتيف 7. والاجابه هنا بكام؟ نيجاتيف 7. السؤال اللي بعده يلا. بيقول لك تعالى نزوم لك شويه عشان انت مش شايف. الجي اكس عندي حاجه اسمها جي اكس باكس باور 2 بلس 1، وعايز اعرف الاكس اللي هي بلونج للنيجاتيف 4 ل 2 كلوز. يبقى الجي اكس المفروض في انهي فتره؟ قال له مستر هو هنا كده بيسالني على حاجه انت مش واخد بالك منها. ايه هي؟ هو بيقول لي الاكس بكذا، يبقى هو عايز يعرف الواي بكام. يبقى انا همسك كل رقم من دول اعوض بيه في الفانكشن. همسك من اول نيجاتيف 4، يبقى اروح احسب جي اوف نيجاتيف 4، وبعد كده جي اوف نيجاتيف 3، بعد كده جي 0. احسب، حط ده باور 2. طبعا انت بقى ايه على طول تعمل الحركه دي بالكالكليتور. هتعمل ده 16 زائد 1 على طول بالكالكليتور 17 10، وهنا 2 وهنا 1. كمل معايا انت لسه فاضل لك اف اوف جي اوف 2، معاك لسه جي اوف 1، يبقى 1 باور 2 بلس 1 يعني 2، ولسه فاضل لك جي اوف 2 يبقى 2 باور 2 بلس 1، يبقى جاي كام؟ 5. قلت لها مثلا في اصغر الارقام اللي انت شايفها دي هو الواحد، واكبر رقم عندك 2 10 17 2 5، يبقى اكبر رقم 17، وهي من كام لكام؟ من 1 ل 17. سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، ركز. السؤال اللي بعده قال لك 7x 1 over y are continued proportional. يبقى الاكس باور 2 to y بكام؟ قال لي مستر ما دام هما كونتينوت بروبوشنال قلنا دي يبقى حاجه مستمره، يبقى ده على ده هو ده على ده، يعني 7 على اكس هو اكس على 1 اوفر واي. قال لي يعني انت قصدك ده في ده هو ده في ده؟ اكس في اكس باور 2 ايكوال 7 تايم 1 اوفر واي، يعني كام على بعض؟ 7 على واي. طب يا مستر ما هو ده كده بالديفايد، ده يروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالتايمز، يبقى اكس باور 2 وهنا واي ايكوال كام في الاخر؟ ايكوال 7. هو ده السؤال اللي بيطلبه، يبقى هو الاجابه كام في الاخر؟ ب 7. السؤال ده مهم جدا ومكتوب في التقييمات فخلي بالك منه. السؤال اللي بعده بيقول لك the linear function defined by the rule y equal 2x minus 1 represent by straight line intersect الواي اكسس فين؟ قلت لك ما دام قال لك انترسكت الواي اكسس يبقى حط الاكس بزيرو، يبقى يلا يا معلم حط الاكس هنا بزيرو، فتبقى 2 باي 0 ماينس 1، 2 ماينس 0 2 تايمز 0 0 0 ماينس 1، يبقى اللي جاي كام في الاخر؟ نيجاتيف 1. يبقى البوينت 0 و نيجاتيف 1. السؤال اللي بعده من الاسئله المهمه، ركز فيها عشان دي اسئله مهمه وهتجيلك في الامتحان. Find the number that if the added each of the number للثلاث ارقام اللي عندك دولت ولا الاربع ارقام، ثانيه واحده، 3 5 8 and 12 become the proportional. قال لي يا مستر طب يعني انت قصدك 3 و5 و8 و12 دولت مش بروبوشنال؟ قال لي لو انت عايز تتاكد قول لي 3 على 5 هل هي بتساوي فعلا 8 على 12؟ قال لي لا صدقني، عملها بالكالكليتر، عملها باي حاجه مش تنفع. هو بيقول لك عايز يعمل اد امسك يا عم، اد يعني بلس ونمبر يعني اكس، يبقى انا عايز ازود لكل واحده في دولت اكس. لما ازود على كل واحده في دولت اكس كده بقت المساله فعلا ايه؟ بروبوشنال. جبت الاكس بكام؟ خلصت.
جبت الاكس بكام يبقى انت كده ايه خلصت. قال لي طب يا مستر دي بتحل ازاي؟ دي كروس مالتيبليكيشن يا حبيبي. فتبقى 8 بلس اكس تايمز 5 بلس اكس ايكوال 3 بلس اكس تايم 12 بلس اكس. فكت البراكت اللي كله ناسيها، الاول في الاول، الاول في الثاني، الثاني في الاول، الثاني في الثاني. 8 في 5 40، 8 في اكس 8 اكس، اكس في 5 5 اكس، اكس في اكس اكس بار 2. نفس الكلام هنعمله الناحيه الثانيه. 3 في 12 3 في اكس، اكس في 12 اكس في اكس. 3 في 12 36، 3 في اكس 3 اكس، اكس في 12 12 اكس، اكس في اكس اكس بار 2. تقول يا مستر اقول لك على حاجه حلوه، الاكس بار 2 دي هتكنسل اكس بار 2 دي. برافو. هنا كده 5 و8 5 و8 13 يبقى دي 40 زائد 13 اكس. الناحيه الثانيه 3 و12 يبقى 15 اكس. جمع الاكسات مع بعض والارقام مع بعض. قال لي يا نهار ابيض، يبقى ده يطلع بره وده يخش جوه. يبقى 15 اكس ماينس 13 اكس ايكوال 36 او ايكوال 40 بقى، ده اللي هيخش لها، ده بالبوست يطلع يخش بالنيجاتيف. 15 اكس ماينس 13 اكس 2 اكس ايكوال 4. يبقى الاكس في الاخر ده بالتايمز يروح بالديفايد، الاكس في الاخر بكام؟ ب 2. قال لي مستر مش مصدقك، ارجع عوض فوق يا بابا. يبقى بص كده هتعمل لي 3 زائد 2 وتحت 5 زائد 2 بكام؟ ب 5 على 7. يبقى دي لما حطيت الاجابه طلعت في الاخر ب 5 على 7. المفروض كمان لما احط الاكس هناك تطلع برده بكام؟ ب 5 على كام؟ على 7. تطلع برضو بكام يا حبيبي؟ 5 على 7. ده انت لما تحط الاكس بكام فعلا؟ لما تحط الاكس دي ب 2، 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 تطلع معاك الاجابه صح. انا بقول لك السؤال ده هيجي لك في الامتحان فركز، عشان انا بقول اهو السؤال ده مهم مهم مهم. السؤال اللي بعده. طبعا اسئله دايما كلها بتيجي من الامتحانات، فخلي بالك. وكتاب التقييمات دي اسئله كلها موجوده في كتاب الايه؟ التقييمات. ركز كده على السؤال اللي فوق. قال لي x بلس 1 و4 equal 7 y. مثلا انت قلت لي حاجه مهمه، ان ده معناه ان الاولاني قد الاولاني والتاني قد التاني. يعني الاكس بلس باور 3 ماينس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 7. ودي ده الناحيه الثانيه يبقى الاكس باور 3 ايكوال 8. يبقى الاكس بس ايكوال كيوبيك روت ال 8 اللي هي كام في الاخر؟ ب 2. طب الناحيه الثانيه الواي بكام يا معلم؟ ب 4. احسب لي بقى يا مستر يلا. يبقى 4 y بلس اكس يبقى 4 تايم 4 بلس 2. 4 باي 4 16. 16 بلس 2 18. يبقى اجابه السؤال ده كام؟ 18. لازم طبعا تعمل ستيبس. السؤال اللي بعده يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. السؤال دايما بيجي في الامتحانات بيقول لك لو الاكس على 2 سوري اكس على الواي هي 2 على 5 يبقى 3 اكس ماينس واي على 2 واي ماينس 3 اكس بكام؟ يا مستر انت قلت لي كلمه حلوه قوي، ان ده معناه ان الاكس ايكوال 2 ام. هنا اكس مع دي اكنها كل ده ايكوال ام، فيبقى الاكس ايكوال 2 ام والواي ايكوال 5 ام. مستر ممكن اعوض هناك؟ يلا حبيبي قلبي عوض يلا. يبقى تشيل الاكس حطها كانها 2 ام، يبقى 3 في 2 ام ماينس الواي اللي هي 5 ام على 2 في 5 ام ماينس 3 في 2 ام. 3 في 2 6 يبقى فوق 6 ام ماينس 5 ام 10 ام ماينس 6 ام. 6 ام ماينس 5 ام امايه يا عم. يلا يا ام ولا يبقى يا جماعه هنكمل هنا. طيب امايه 10 ام ماينس 6 ام يبقى 4 ام. يبقى ده يكنسل ده، يبقى كل ده في الاخر ب 1 على كام؟ 1 على 4. يبقى اجابه ده على بعض كام؟ 1 اوفر 4. السؤال اللي بعده. امسح يا سليمان، امسح يا سليمان. خلي ده نحله، بس في الاخر هقول لك على الحاجه اللي بتيجي دايما. ركز بس معايا دلوقتي في السؤال ده. السؤال ده مهم جدا، فخلي بالك اللي احنا هنقوله دلوقتي مهم جدا. ازوم لك عشان تشوف. بيقول لي السؤال ده، بيقول لك الواي فارز مع الاكس، والواي ب 6 والاكس ب 12.
هات لي الريليشن وهات لي الواي ات الاكس ب 14. ده سؤال دايما في الامتحانات وهيجي لك في الامتحان. طب ركز معايا. قلنا يا مستر انت قايل لي على حاجه حلوه قوي، العلامه دي بتتشال حاجتين بايكوال وام. يبقى لو من هنا قلت يبقى الواي ايكوال ام اكس. طب يا مستر يبقى الام ايكوال ايه؟ ده بالتايمز يروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى الام ايكوال واي على اكس. طب ما انا معايا الاكس والواي صح؟ يبقى لو عايز اجيب الام منهم يبقى الام ايكوال واي اللي هي 6 على اكس اللي هي كام؟ على 12 اللي هي بكام في الاخر؟ بهاف. يبقى لو جيت كتبت يبقى الواي ايكوال هاف اكس. ده كده انت خدت الدرجه بتاعت اول سؤال. تاني حاجه هات لي بقى الواي لو الاكس ب 14 يبقى هاف تايم 14 يطلع بكام؟ ب 7. شكرا. يبقى الموضوع سهل جدا يا جماعه، بس انت ايه؟ ذاكر وافهم احنا بنقول ايه. يبقى هنا خلاص قلنا يبقى هنا الواي ايكوال هاف اكس، وهنا ساعتها الواي بكام؟ ب 14 سوري ب 7. طب طبعا سؤال الاي ار بي اكيد جاي اي ار بي ده اكيد جاي. اقرا كده معايا. بيقول لي ايه في الاي ار بي؟ قال لي الاكس اهي 4 6 8 والواي 1 2 3 4 5. A equal to B. هو بيقول لي هنا A or B means ده الريليشن اللي عايز اعملها. اكتب الحاجه وقول لي هي فانكشن نوت فانكشن واكتب لي رينج. قال لي مستر بص انت بتقول لي الاي تو بي، الاي ايكوال كام؟ تو بي. قال لي يبقى الاي كبيره، الاي قد البي مرتين، يبقى الاي هي الكبيره. فلو بصيت قال لي هي الاي من الرقم الاكس، هو بيقول لي اهو الايه هنا طبعا ايه احنا قلنا ايه مالناش دعوه، البورد عماله تعلق معانا مش مهم خلاص انت فهمت. ده الايه وده البي. قال حلو مستر يعني لو بصيت فوق في الايه اللي هو الاكس الفور هي يعني هي جايه من الدبل بتاع مين؟ هي جايه من دبل ال2. يبقى اول براكت ينفع كام؟ 4 و2 والتاني 6 و3 وال8 و4. يبقى انت كده البراكت اللي عندك او الار عندك هتبقى عباره عن 4 و2 وبعد كده 6 و3 بعد كده 8 و4. قال لي تصدق يا مستر كنت بعرف ان هي فانكشن ونوت فانكشن. قال لي لو كل ارقام الاكس اتاخدت مره واحده بس، يعني اتكتبت هنا مره واحده بس، ارقام الاكس اهي كلها لازم تتكتب مره واحده بس، ما ينفعش تتكرر مرتين، ما ينفعش ما فيش رقم ما يتاخدش، يبقى لازم كل الارقام تتاخد مره ايه واحده. يبقى هي كده فيها فانكشن. قال لي فانكشن. قال لي طب ممكن ترسمها لي الارو دايجرام. كنا بنعمل كده، ده الاكس ده الواي، ارقام الاكس 4 6 8، ارقام الواي 1 2 3 4 5. فجينا نقول يبقى من عند ال4 راحت لل2، من عند ال6 راحت لل3، ومن عند ال8 كده السهم فعلا هو سهم واحد بس، يبقى هي فانكشن فعلا. ليه؟ عشان all element of x have one image on y. اكتبها كده ورايا. because all element of x have one image of a on y. قال لي طب والرينج؟ قلنا الرينج اكتب يا عم. رينج هي ارقام الواي اللي راحت لها الاكس، يعني كام وكام وكام بس، يبقى هي 2 و3 وكام؟ 2 3 4. يا عم اكتب هنا 2 يبقى الرينج 2 3 4 وايوه هي فانكشن. صعب السؤال ده مهم جدا ركز فيه. سؤال الاي ار بي دايما بيجي ايه في الامتحانات، فركز في حاجه زي كده. السؤال اللي بعده بيقول لي two integers ratio between them 1/2. يعني عندي رقمين الريشيو ما بينهم 1/2. if we subtract 5 from each term the ratio between them become 1/3. انا عندي رقمين هعتبرهم x و y.
قال لي الريشيو ما بينهم من غير اي حاجه يعني اكس على واي بكام؟ 1 اوفر 2. قال لي يا مستر هو مش لو قلت ده كله ايكوال ام يبقى ده معناه ايه؟ ان الاكس ايكوال 1 ام يعني ام واحده والواي ايكوال 2 ام. بس اثبت على كده. كمل. if we subtract يعني نقصنا 5 من ده ونقصنا 5 من ده، كانت الريشيو كام؟ قال لي كانت الريشيو بقت 1 على 3. بس خلاص. قال لي يا مستر انت قلت لي وفهمتني هتشيل ام تحطها مكان الاكس وال2 ام مكان الايه؟ الواي. يبقى انت كده هتقول لي ايه؟ يبقى ام minus 5 over 2m minus 5 equal 1 over 3. كروس مالتيبليكيشن وحل. كروس مالتيبليكيشن وحل. تضرب ده في ده ينزل زي ما هو يبقى 2m minus 5 equal 3 في m minus 5 يبقى 3 في m 3m. 3 في 5 ب 15. جمع لي الامات مع بعض والارقام مع بعض. يبقى انا كان ممكن على طول اقول ده يطلع بره وده يخش جوه فيبقى 3m minus 2m. طبعا كان ايه؟ احنا بعد كده قلنا ايه؟ ده طلعناه بره ده كان بالبوزيتيف طلع بالنيجاتيف يبقى ده يخش جوه يبقى نيجاتيف 5 بلس 15. يبقى امايه واحده بكام يا معلم؟ الامايه بنيجاتيف 5 بلس 15 يعني كام؟ يعني 10. يبقى الرقم او الام بكام؟ ب 10. يبقى الرقم ده يا معلم بكام؟ قال لي يبقى الرقم ده يا مستر ب 10 والرقم ده بكام؟ ب 20. فعلا لو جيت عوضت وحسبت هتطلع فعلا الاجابه معاك نفس الحاجه. يبقى انا كده الرقمين هو عباره عن ايه؟ يبقى الرقمين عندي عباره عن ايه؟ قال لي الرقمين عندي هيبقوا الرقم الاولاني ب 10 والرقم الثاني هيبقى ب 20. السؤال ده مهم جدا جدا جدا، ركز عشان الكلام مهم. خش كده مع بعض بسرعه جدا. بيقول لي if all individuals are equal لو كل الانديفيدوالز are equal يبقى ده معناه حاجه واحده ان الستاندرد ديفيشن بزيرو. السؤال ده مهم ليه؟ كل الارقام ار ايكوال يبقى اكس ماينس اكس بار كلها تديني 0 0 فلما اجي اعمل السكوير روت وفوق حاجه على حاجه 0 اوفر اي حاجه تطلع بزيرو يبقى الستاندرد ديفيشن يطلع ب 0. السؤال ده مهم جدا جدا. طبعا السؤال اللي بعده لسه حالين واحد زيه اللي هو الفيرتكس بتاعت الكيرف. الفيرتكس بتاعت الكيرف خلاص احنا عرفناها بنجيبها ازاي؟ نيجاتيف في اوفر 2 a وبعد كده اروح معوض واجيب الحاجه. ذا سيت اوف ذا ايمج. السؤال ده مهم جدا. set of the image of the domain function called the range. انا عندي الاكس هي الدومين يبقى الدومين عندي حاجه اسمها دومين. الدومين ده ارقام الاكس. طب والرينج ارقام الواي اللي راحت لها الاكس. ما هو ده اللي بيقوله the set of the image of element of domain the function يعني هي الارقام اللي راحت لها الدومين او الحاجه بتاعت الدومين هي مين؟ هي الرينج اللي هي ارقام الواي اللي خدتها. ايه هو المين؟ السؤال اللي بعده ايه هو المين؟ المين عباره عن ايه؟ مجموعهم على عددهم. يبقى المين هنا 10 زائد 4 زائد 5 زائد 5 او زائد 6 زائد 5 على كام؟ على عددهم. هم كام؟ 1 2 3 4 5. يبقى 10 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 5 على الكلام ده. يبقى تعملوا بالكالكوليتر 10 زائد 4 زائد 5 زائد 10 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 5 على 5. تطلع المسألة معاك بكام في الآخر؟ ب6. يبقى كل ده يكوال كام في الآخر؟ ب6. السؤال اللي بعده سؤال الديجري من الأسئلة المهمة جدا. قلنا الديجري بتاعت حاجة زي كده دي كام؟ x باور 4 ماينس 2 x باور 3 بلس 7. الديجري هنا على طول هي متظبطه. انت لازم بتجيب الديجري بعد لما بتظبط. طب هي متظبطه يا مستر خلاص. يعني ايه بتظبط؟ يعني لو في براكت فكه. يعني لو في باور 2 براكتين تايمز بعض فكهم وابتدي تظبط مسألتك. هنا اكبر باور يا مستر كام؟ الديجري هنا الفور يبقى هو ايه؟ فورث ديجري. يبقى الاجابه هنا كام؟ اوف ذا فورث ديجري. ايه قانون الميدل؟ قانون الميدل عندك في البروبورشنال على طول. كنا نقول قانون الميدل عباره عن لو الاي اوفر البي هي البي اوفر السي مثلا يبقى كنا نقول ده في ده هو ده في ده يبقى بي باور 2 ايكوال اي سي.
يبقى الميدل اللي هو البي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف اي سي. بس خلي بالك هنا بيقول لك ايه زمان ماشي ميدل بروبورشنال يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاي سي. خلي بالك اوقات بيقول لك البوزيتيف بس فيبقى تختار الروت اي سي بس، لكن هو قال ميدل وسكت يبقى تختار بوزيتيف وايه. طب يا مستر تعرف تجيب لي الايه؟ قال لي خلاص يبقى لو عايز اجيب الايه يبقى هتقسم ده توديه الناحيه الثانيه يبقى بي باور 2 على ايه؟ على سي. طب لو عايز اجيب السي يا مستر خلاص يبقى تودي الناحيه الثانيه يبقى البي باور 2 على مين؟ على ايه؟ صعب الكلام ده، مهم جدا جدا جدا. السؤال اللي بعده ده سؤال تراكمي. السؤال اللي بعده ده سؤال تراكمي من الاسئله المهمه جدا. يقول لك ايه يا معلم؟ يقول لك هي 2 باور 25 هي 2 باور 24 بلس كام؟ كنت قلت لك على طول لو انت فاكر حط نفس الرقم. ليه يا مستر نفس الرقم؟ يعني ليه نفس الرقم؟ قال لي علشان هنا بقت هي اللي متكرره، خدها كومن فاكتور فاقسم عليها يتبقى 1، اقسم عليها يتبقى 1. 1 بلس 1 2 تايمز 2 باور 24. في حاله التايمز بتجمع هنا اكن في 1 يبقى فعلا بقت كام؟ 25. السؤال ده مهم جدا. صعب؟ لا مش صعب. كمل يا مستر. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ ركز. اكس باور 3 واي باور 2 ايكوال 1 و 4. بيقول لك خلي بالك ان الاكس اكبر من الواي. السؤال ده مهم. قال لي يا مستر انت كل سؤال عمال تقول لي مهم. ما هو الريفيجن دي كلها مهمه، خلي بالك الكلام ده مهم جدا. قال لي يا مستر لو كده يبقى ده قد ده وده قد ده، فيبقى الاكس باور 2 اكس باور 3 ايكوال 1، يبقى الاكس ايكوال كيوبيك روت ال1 اللي هي بكام في الاخر؟ 1. طب يا مستر ما كده يبقى الواي باور 2 ايكوال 4. ايكوال 4 ايوه. يبقى ده معناه ان الواي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف، طبعا هتاخد لها سكوير روت يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف السكوير روت ال4 اللي هو كام؟ ب 2 اهو. حلو. طب يا مستر اخد البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ هو الراجل ده خبيث قال لي خلي بالك من الجمله دي، قال لك ان الاكس اكبر من الواي يبقى كده الواي ده بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى الواي هنا بكام يا معلم؟ بالنيجاتيف. يبقى الواي نيجاتيف 2 والاكس بكام؟ ب 1. يبقى لو عايز الاكس في الواي زي ما هو بيقول لك يبقى اكس في الواي يبقى بكام يا معلم؟ قال لي يعني نيجاتيف 2 باي 1 يبقى جايه كام في الاخر؟ نيجاتيف 2. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. يبقى الاكس في الواي ايكوال 1 باي نيجاتيف 2 يبقى جايه كام في الاخر؟ نيجاتيف 2. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. السؤال اللي بعده من اهم الاسئله عندك. واي فارز مع 1 اوفر روت اكس. بيقول لي يبقى الاكس فارز مع مين؟ قال لي بص كده يا مستر هو بيقول لي الاكس وانا عندي هنا ايه؟ روت الاكس، يبقى انا عايز اجيب اكس بس. قال لي خلاص يبقى عايز تجيب اكس بس يبقى اعمل هنا باور 2، فلازم تعمل هنا باور 2. طب يا مستر ليه عملت باور 2؟ عشان اللي بيشيل الروت هو الباور 2، فالباور 2 ده هينزل هنا مره وهينزل هنا مره، فتبقى واي باور 2 فارز مع 1 اوفر اكس. يبقى الاكس فارز مع مين؟ مع الايه؟ انفرس واي باور 2. طب يا مستر ليه اخترت انفرس؟ عشان دي فوق ودي ايه؟ تحت، فخلي بالك الكلام ده ايه؟ مهم جدا. السؤال اللي بعده. بيقول لك الواي 1 ماينس 9 والواي فارز مع 1 اوفر اكس باور 2 اللي هي ب 18 والاكس ب 2 اوفر 3. find the relation between الواي and الاكس. السؤال ده مهم جدا 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 وسبب. قال لي انت قلت لها يا مستر العلامه دي بنشيلها بنحط كانها ايكوال ام. حلو عوض يا مستر يلا. سؤال انت بتقول لي الواي بكام؟ ايه ماينس 9 ايه ماينس 9 ايكوال ام والاكس بكام يا مستر؟ قال لي ما انا قلت لك الاكس بكام؟ 2 على 3 ماشي. والايه بكام يا مستر؟ انت قلت لي ايه بكام؟ 18. قال لي بس كده خلصت خلاص. 18 ناقص 9 9 يبقى 9
ايكوال ام اوفر 2 اوفر 3. قال خلاص يبقى لو عايز تجيب الام بس الباشا الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ بالتايمز. قال له يبقى كل ده على بعض راح بالتايمز، يبقى الام ايكوال 9 تايمز 2 اوفر 3. 9 تايمز 2 اوفر 3 تطلع ب 6. يبقى الام بكام يا معلم؟ قال لي خلاص الحمد لله جبت الام بكام؟ ب 6. قال لي خلاص يبقى الواي ايكوال 6 اوفر اكس باور 2. دي كده الريليشن. سؤال مهم جدا جدا جدا. احسب لي بقى الواي بكام لو الاكس ب 1. خلاص يلا يا عم يبقى هات الاكس ب 1 يبقى الواي ايكوال 6 اوفر 1 اللي هي بكام في الاخر؟ ب 6. سؤال مهم جدا 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 خلي بالك منه. السؤال اللي بعده مديني حبه اكسات. الاكس 1 4 7 واي 4 زد اكس في واي. يا لهوي يا لهوي يا مستر ايه الكلام ده؟ ده اول حاجه في المنهج. ما انا عارف. قال لي اكس في زد. قال لي خلاص كنا بنعمل ايه يا معلم؟ نمسك الرقم ده مع الرقم ده مره مع الرقم ده مره، الرقم ده مره مع ده مره وده مره وده مره. يا لهوي يا مستر هعمل براكتات كتير. يلا يلا يبقى 1 و 3 1 و 7. ايه قفلت بدري يا عم. بعد كده 4 و 3 4 و 7 7 و 3 7 و 7. الف مبروك الف مبروك. كمل كمل. ان اكس في زد. هو الان اكس هنا بكام؟ قال لي هو انا كده لو سالتك على الان اكس تقول لي يا مستر ده ب3 والان واي تقول لي ده ب1 والان زد تقول لي ده ب2 يبقى ان اكس في زد يبقى 3 في 2 يبقى 6. سؤال جميل. كمل يا مستر. قال لي بص عايزك الاكس واي انترسكت الاكس الواي مع الاكس انترسكت مع بعض فين؟ في الواي في الفور. يبقى ايه واي انترسكت الاكس ب4. بعد كده عايز اكس ماينس واي. يعني ايه الحاجه اللي موجوده في الاكس مش موجوده في الواي اللي هي كام وكام؟ 1 و7. اضربهم لي في بعض يبقى انت كده هتعمل لي براكت يبقى 4 و1 و4 بكام؟ سؤال مهم جدا 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 وهيجي لك في الامتحان ان شاء الله. ماشي نفس السؤال قلت لك سيبك منه فوق. تعالى بقى ايه بس ده طبعا فكره تانية. تعالى بس ايه نشوف الحاجه دي بقى كان نحل لك السؤال ده. يلا بيقول لك ال اف اكس اكس بار 2 ماينس 3 اكس والجي اكس اكس ماينس 3 عايز يعمل 2 بلس 3. مستر ده سؤال عبيط قوي يا مستر. يلا يا مستر يبقى هنشيل ونعوض في الحاجه اللي بيقول لي عليها. شيل الاكس بتاعت الاف واحط مكانها روت 2 فتبقى روت 2 بار 2 ماينس 3 في روت 2 كل ده بلس 3 من لما اشيل الجي واحط الاكس عندها بكام؟ بروت 2 يبقى روت 2 ماينس 3. احسبها 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 يبقى هنا 2 ماينس 3 روت 2 بلس وزع ده هنا مره وزع هنا مره يبقى 3 روت 2 طبعا ماينس 9 اللي زي بعض خدهم مع بعض. قال لا مستر ده بالبوزيتيف ده بالنيجاتيف باي باي 2 ماينس 9 2 ماينس 9 يبقى اللي جاي كام في الاخر؟ نيجاتيف 7. دي بقى اول جزء ده طلع بكام؟ بنيجاتيف. اوبا امسك نفسك. طلع بيه نيجاتيف 7. قال لي بروف ان الاف 3 قد جي 3. قال لي خلاص يبقى انا هجيب اف 3 اشيل كل اكس احط مكانها 3 يبقى 3 باور 2 ماينس 3 في 3 9 ناقص 9 قال لي 0. حلو. طب يلا جي كام؟ جي 3
شيل اكس حوالي 3 ناقص 3 برضه بكام؟ بزيرو. يبقى انا اقول له بسبب ان ده طلع فعلا بزيرو وده بزيرو، يبقى كده اجابتي فعلا ايه؟ اتحلت. سؤال الجراف لازم تركز معايا، السؤال ده هيجي لك اكيد في الامتحان. يقول لك اف اوف اكس اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 1. بعد اذنك خد لي الانترفال بتاعتك من نيجاتيف 4 لحد 2. يلا يا معلم. قال لي انا قلت لك يا مستر ممكن تعملها لي بالكالكليتر، قلت لك مود هتختار رقم كام؟ مود تيبل 7. مود تيبل هتكتب الايكويشن دي، بتكتب الاكس ازاي؟ الفا اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 1. قول له ايكوال. انت عايز تبدا من كام؟ قال لك من نيجاتيف 4، دوس له ايكوال. وتاني عند كام؟ عند 2، دوس له ايكوال وتاكد ان هي الستيب دي ب1، او انت اكتب 1 ايكوال. طلع لي جدول جاهز. قال لي يعني انت قصدك هروح اعمل الجدول ده على طول ولازم انا اكتب الجدول، لازم اكتب الجدول اكس وواي او اف اوف اكس، ما احنا عارفين ان اف اوف اكس هي الايه؟ الواي. نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. قال لي هنا هتبقى انت دي الاجابات اللي هتكتبها من الكالكليتور. ادي 4 ادي 1 ادي 0 ادي 1 ادي 4 ادي 9. قال لي مثلا انت قلت لي تقريبا في اغلب الحاجات دايما بتلاقي ان ده هو ده وده هو ده وده هو ده، فكنت بتقول لي على طول يبقى دي حاجه اسمها الايه؟ الفيرتكس بتاعت الكلام ده. طبعا لو عايز ارسم على الجراف اللي عندي ده، يلا هو جاهز. اول حاجه نيجاتيف 4 و9. عند النيجاتيف 4 هطلع لحد ال9 اهو على الخط بتاعها، هطلع لحد ال9. بعد كده نيجاتيف 3 و4، نيجاتيف 3 واطلع لحد ال4. بعد كده نيجاتيف 2 لحد ال1، نيجاتيف 2 لحد ال1. بعد كده نيجاتيف 1 و0. عند النيجاتيف 1 وهقف مكاني. بعد كده 0 وهطلع عند ال1، 0 واطلع لل1. بعد كده 1 و4، ادي ال1 وطلعت لحد ال4. 2 و9، 2 وهطلع لحد ال9. بايدك 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 مش بالمسطره، هتروح موصل كيرف. الله، شايف الرسمه؟ قال لي بعد اذنك يا مستر اللون مش باين، غيرهولي. هقول لك ثانيه واحده عشان احنا لازما نعمل كده. قال لي هي فين الفيرتكس؟ فين الكيرف؟ النقطه اللي اتقسم عندها كيرف هي دي. يبقى البوينت دي اللي هي الفيرتكس اللي هي كام وكام يا مستر؟ اللي هي نيجاتيف 1 و0 اللي انا قلت لك عليها من الجراف. يبقى الفيرتكس نيجاتيف 1 و0. مستر كان عندي حاجتين بيجيبهم من الفيرتكس، هي مينيمم ولا ماكسيمم؟ قال لي هي كده مينيمم عشان عامله كده. انت عارف لو كانت عامله كده كانت تبقى ماكسيمم، لكن هي عشان الحرف اليو يبقى هي مينيمم. لو حرف ان القبه لفوق يبقى هي ايه؟ ماكسيمم. قال لي لكن هنا اللي هي ايه؟ هي كده مينيمم. حلو، مينيمم فين؟ قال لي خد رقم الواي، خد رقم الايه؟ الواي. يبقى مينيمم عند الواي بزيرو. طب الايكويشن بتاعت الاكس اوف سيمتري، الايكويشن بتاعت الاكس اوف سيمتري، خد رقم الاكس بتاعت الفيرتكس. يبقى الاكس ايكوال كام على طول؟ نيجاتيف 1. 3 اسئله بيسالهم دايما في الامتحان، مينيمم ولا ماكسيمم؟ الفيرتكس. قول لي هي كده الفانكشن الايكويشن بتاعت الاكس اوف سيمتري، يعني هي اتقسمت فين؟ قال لي هي اتقسمت هنا عند الاكس ايكوال نيجاتيف 1 وهي مينيمم. مينيمم. السؤال ده دايما بيجي في الامتحان فركز فيه. سيبك من السؤال ده. تعالى لنا بقى للسؤال الايه الجميل ده. السؤال دايما بيجي في الامتحانات فركز فيه. السؤال بيقول لك ايه؟ A B C D are continued proportional. prove that. قال لي بص يا مستر مبدئيا كده انت معلمني حاجه، ما دام continued يبقى هي مستمره. يعني الاي على البي هي البي على السي، هي السي على الدي، كل ايكوال كام؟ ايكوال ام. قلت له يا مستر الام في الحاله دي بتحب القريب منها بس، يبقى كله هيتعمل بالدي ام. يبقى الاي ايكوال دي ام، كل اللي فوق هيتعملوا بايه؟ بالدي ام. والبي ايكوال دي ام والسي دي ام. قال يا مستر ايه خلصت على كده؟ اقول لك لا،
في كام خطوه ما بين الايه لحد الام؟ قال لي خطوه 2 3، يبقى هي دي ام بار 3. في كام خطوه؟ 2. في كام خطوه؟ خطوه واحده. يبقى ده اللي انت هتشتغل بيه. قلنا بعد ما خلصنا هنا بقى يلا بقى ايه نحل الناحيه الثانيه كده. نمسك المساله بتاعتنا واحده واحده. قلنا بنعمل ليفت هاند سايد، يبقى اشيل ايه واحطها كده دي ام بار 3، يبقى دي ام بار 3 كلها بار 2 ماينس 3. هنشيل ال سي ونحطها كده الدي ام، يبقى ماينس 3 دي ام كلها بار 2 اوفر البي اللي هي كام؟ دي ام بار 2، يبقى دي ام بار 2 كلها بار 2 ماينس 3 الدي اللي هي ملهاش حاجه يبقى تسيبها زي ما هي. يلا قلنا انا هنا اصلا يا لهوي علينا ماشي، ده مع ده وده مع ده، وهنا مره وهنا مره وهنا مره وهنا مره وتثبت زي ما هي. خلي بالك قلت لك لو في حاجه فوق دماغك بتطير بتعمل ايه؟ بتضربها. يبقى انا لو في حاجه فوق دماغي هضربها. يبقى ده بقى دي باور 2 لكن ام باور 6 ماينس 3 دي 2 ام 2 على ده نفس الكلام. لو في حاجه فوق دماغي هضربها، يبقى دي 2 ام 4 ماينس 3 دي 2. مستر من فوق في كومن فاكتور اللي هو مين؟ اصغر باور اللي هو دي باور 2 وام باور 2 ام باور 6. من الكومن فاكتور تاخد الاصغر باور فيهم اللي هو ام باور 2، يبقى من فوق في دي 2 ام 2. افتح براكت يبقى الدي باور 2 مع دي باور 2 يكنسلوا بعض، ام باور 6 اوفر ام باور 2 يبقى ام 4. دي باور 2 مع دي باور 2 يكنسلوا بعض، ام باور 2 مع ام باور 2 يكنسلوا بعض، اتبقى 3 اوفر تحت كومن فاكتور اللي هو دي باور 2 بس، اتبقى برضو ام باور 4 ماينس 3. قال لي اوبا 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 اتبقى لك كام بس؟ قال لي اتبقى لي من هنا ام باور 2. خش على الرايت هاند سايد، خش على الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد يبقى انت كل اللي محتاجه يلا البي دي ام باور 2 يا لهوي اوفر الدي مالهاش حاجه ديب بديب، يبقى برضه بكام؟ سؤال مهم جدا وهيجي لك في الامتحان وهتفتكر. يلا السؤال اللي بعده. طبعا سؤال لسه حلينه ونفس الكلام. خليه ايه، خلي بالك بس معايا ايه في اللي هقوله لك دلوقتي. عايزك تزوم كده عشان تبقى عارف. السؤال اللي بعده ده يقول لك a plus 2b over a minus b equal 2 over 3. يبقى الايه على البي بكام؟ بص يا عم، قال لي مستر ممكن اسالك سؤال؟ قال لي هعمل كروس مالتيبليكيشن. قال لي تصدق صح يا a minus b دي واحده كروس مالتيبليكيشن، ده كده جوه براكت وده جوه براكت، يبقى 2a minus 2b equal 3a plus 6 صح؟ جمع الهات مع بعض والارقام والبيهات في ناحيه والباشا ده في ناحيه. يبقى خلي بالك يا مستر انت في حاجه نسيت تعملها، ايه هي؟ 3 في 2 دي ب 6 بي يا مستر. جمع بقى ايه ارقامك في ناحيه والبيهات في ناحيه. يبقى هنا 2 ايه، اقول لك خلي العكس احسن، او ايه مش فارقه يا عم، احنا نخاف ولا ايه؟ 2 a minus 3 ايه عشان ده بوزيتيف هيخش بالنيجاتيف، هي 6 بي ده بالنيجاتيف هيخش بالبوزيتيف. 2 a minus 3 a يبقى النيجاتيف ايه 6 زائد 2 8 بي. هو عايز مين على مين يا مستر؟ هو عايز ده على ده. العب معايا اللعبه، ما ترجعش بايدك فاضيه، خد ال 8 على نيجاتيف 1 يبقى الايه على بي. قلت لك لو عايز ده على ده ما ترجعش بايدك فاضيه من هناك، تاخد ال 8 على نيجاتيف 1 يبقى 8 على نيجاتيف 1 اللي هي كام في الاخر؟ نيجاتيف 8. يبقى الاجابه بكام هنا؟ لو انت واخد بالك كده كانت مكتوبه اهي نيجاتيف 8. السؤال ده مهم جدا، السؤال ده مهم. قلت لك بوزيتيف 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 يبقى تاخد روت اي بي فقط، مش بوزيتيف اور نيجاتيف. طبعا مديني الاكس ماينس اكس بار كلها بار 2 ومديني النمبر اوف سيت ده الان، فكان عندي الستاندرد ديفيشن بيقول لك ايه روت سميشن اكس ماينس اكس بار كلها بار 2 اوفر الان. يبقى اللي جايه كام في الاخر؟ هتاخد روت 12 على 3 اللي هو الاربعه، روت الاربعه بكام في الاخر؟ ب2. يبقى الاجابه هنا بكام؟ ب2.
ذا بوزيتيف سكوير روت، ذا بوزيتيف، السؤال ده مهم، السؤال ده مهم. ذا بوزيتيف مين هو السكوير روت؟ اول ما يقول لك سكوير روت لسه كاتبه لك فوق، ده الستاندر ايه؟ ديفيجن، هو السكوير روت ما بين الافريج اوف سكوير اوفر ذا الكولد بتاع سوري اوفر النمبرز، يبقى ده السكوير روت. اول ما تسمع كلمه سكوير روت يبقى ده على طول ايه؟ الستاندر ايه؟ ديفيجن. السؤال ده مهم جدا. يقول لك الفانكشن 4 و3 1 و3 2 و5، يبقى مين هو الرينج؟ مين هو الرينج؟ قال لي الرينج ده ارقام ال واي، يعني المفروض 3 و5، يبقى الاجابه كام؟ 3 و5. if the point دي lie on the third quadrant، يعني هو موجود في الكواد الثالث، يبقى هم لازم الرقمين يبقوا بالنيجاتيف. يبقى انت هتجرب الارقام لما تحط هنا مكان الاكس 2، فهي 2 ماينس 4 ودي 2 ماينس 2، ما ينفعش، عشان ما ينفعش تبقى بزيرو. حط الاكس ب 3، 3 ناقص 4 ماينس 1، 2 ماينس 3 ده رقم بالايه برضه؟ نيجاتيف، يبقى فعلا هتحط مكان الاكس كام؟ 3 عشان دي تبقى كده ودي تبقى كده. 3 ماينس 4 يعني نيجاتيف 1، و2 ماينس 3 نيجاتيف 1 برضه، يبقى فعلا الاجابه هنا بكام؟ ب 3، عشان هو قال لك السيرد كواد يبقى لازم نيجاتيف وايه؟ ونيجاتيف. ركز عشان الاسئله دي مهمه جدا جدا جدا. The most common value of كذا، يعني هو ده الحاجة أكتر حاجة بتتكرر. most common يعني أكتر حاجة بتتكرر. السؤال اللي قبله y varies مع الاكس والاكس بكذا، يبقى الواي بكام؟ طبعا ده أسئلة عبيطة جدا، ركز معايا فيها بسرعة. يبقى لو جيت بصيت كده بيقول لك إن الواي varies مع الاكس وانفرس، تركز بقى، y varies inverse مع الاكس، يبقى الواي varies 1 over x، ما دام هي انفرس يبقى ده فوق وده ايه؟ وده تحت. قال حلو، بيقول لك لو الاكس بروت 3 يبقى الواي find the constant of البروبورشنال، يعني هو عايز الام، فانت قلت لي يبقى العلامه دي بتتشال وتحط مكانها ايكوال ام. يلا يا مستر، يبقى من هنا الام ده يروح الناحيه الثانيه، يبقى الام ايكوال ايه؟ واي اكس. يبقى انت معاك الام عايز تجيبها، معاك الاكس بكام؟ قال لك واحده بروت 3 والثانيه ب 2 اوفر روت 3. كانسل ده مع ده، يبقى الام بكام في الاخر؟ 4 سوري ب 2. يبقى السؤال ده مهم جدا. السؤال اللي بعده طبعا لسه حالين واحد فوق زيه. تعالى بقى نحل ده، انا ده اللي انا مستنيه من بدري. يقول لك احسب لي المين بتاع ده. قال لي ده كنا بنعمل جدول. ايه الجدول ده؟ الجدول ده متقسم اكس و اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار كلها باور 2. مين هو الاكس؟ ال 8 ال 9 ال 7 ال 6 ال 5. ايه هو الاكس بار؟ مجموع الاكس على الان. فمجموع الاكس يعني هتعمل اللي هو ال 8 بلس ال 9 بلس ال 7 بلس ال 6 بلس ال 5 على 1 2 3 4 5. يبقى انت تيجي تعمل وتحسب. قال لي هتعمل يبقى 8 بلس 9 بلس 7 بلس 6 بلس 5 على 5 يطلع ب7. يبقى انا هنا محتاج اخليك كل رقم تعمله ماينس 7. 1 9 ماينس 7 يعني 2، 7 ماينس 7 يعني 0، 6 ماينس 7 نيجاتيف 1، وهنا 5 ماينس 7 يبقى نيجاتيف 2. صح كده يا مستر؟ بعد كده نعمله باور 2 يبقى 1 باور 2. طبعا هنا ما ينفعش رقم يبقى فيه اي رقم هنا بالنيجاتيف، لازم البوزيتيف. طبعا لما بنلاقي رقم على طول بالنيجاتيف بنحسبه 0 على طول كده. انت كده مش فاهم، عشان ده باور 2 فبيشيل لك النيجاتيف، ونيجاتيف 2 باور 2 يبقى اللي جايه كام؟ 4. قال لي يا مستر انت كنت بتحسب ده التوتال، انا عايز التوتال بتاع ده. يبقى 1 و4 1 و4 يبقى كام؟ 1 و4 5، 5 و5 يبقى كام؟ 10. قال حلو، يبقى انت كده بتعمل الستاندرد ديفيجن قانونه، سوري مش ده، روت سمشن اكس ماينس اكس بار كلها باور 2 على سمشن على الان، يعني روت
السمشن بتاع ده كله 10 والان ب5 يبقى هي روت 2. طبعا اوقات بيقول لك ابروكسيميت الرقم، يبقى لما تعمل روت 2 تطلع معاك، تدوس على اس دي تطلع معاك 1.41. السؤال ده مهم جدا، خلي بالك منه عشان بيكرر دايما في الامتحانات. خلاص عملنا واحد زي كده. السؤال ده برضو مهم جدا، ركز بقى معايا ايه فيه. fx 2x plus b و f3 equal 10، يبقى البي بكام؟ بعد كده find 0.5 بكام؟ السؤال ده جاي لك في الامتحان، افتكر الكلمه دي، جاي لك في الامتحان، افتكر. قال له مستر انا عارف ان ده الاكس، ولما حطيت الاكس الواي كانت ب 10. قال لي انت قصدك اروح احط مكان الاكس 3 واساوي كل ده ب 10؟ يعني انت لو حسبت اف 3 فيبقى 2 في 3 زائد بي كل ده على بعض بكام؟ ب 10. 2 في 3 يبقى 6، 6 زائد بي ب 10، وادي ده الناحيه الثانيه يبقى البي ايكوال 10 ناقص 6 اللي هي بكام يا مستر؟ ب 4. يبقى ده البي. اكتب لي الفانكشن تاني بعد ما جبت البي. حلو، روح احسب بقى ايه؟ اف اوف 0.5 يبقى اف اوف 0.5 يعني 2 ملتبلاي 0.5 بلس 4. تحسبها بالكالكليتور 2 تايم 0.5 بلس 4 تطلع معاك الاجابه كام في الاخر؟ 5. سؤال مهم وهيجي في الامتحان ان شاء الله. بيقول لك الفانكشن دي انترسكت ويز الاكس اكسس ات ذا بوينت كذا، فايند فاليو اوف ام بار ام. ده يعني ايه؟ نخليه برده في الاخر. طبعا خلاص عرفنا ده بنرسمه ازاي. السؤال ده مهم جدا، عايزك تثبت لي ان x بار 4 y2 ماينس 14 x2 y بلس 49 equal 0. اثبت بروف ان الواي فاريز مع 1 اوفر x بار 2. يا لهوي يا مستر ايه المنظر ده؟ قال لي بس المنظر ده سهل وجميل وبسيط. قال لي يا مستر انا ده كنت لو فاكر كده كنت بعمله بالكالكليتور مود 53. قال لك ارجع معايا كده مود 53. اول رقم كام هنا بس مش مكتوب 1 ايكوال، الرقم اللي في النص نيجاتيف 14 ايكوال 49 ايكوال. لازم يكون بنفس الترتيب، لازم يكون بنفس الترتيب. الحاجات اللي فيها الاكس بار 2 والواي بار 4 او اي يعني حاجه ليها سكوير روت في الاول وحاجه ليها سكوير روت في الاخر. لازم الايكويشن دي تبقى مترتبه، حاجه ليها سكوير روت في الاول وحاجه ليها سكوير روت في الاخر. فال 49 فعلا ليه سكوير روت في الاخر وده ليه سكوير روت فين؟ في الاول. فطلعت الاجابه 7. قال لي كنت ده معناه ان انت بتعمل براكت ما دام هي طلعت اجابه واحده مش اجابتين، كنا بنعمل براكت عليه باور كام؟ باور 2. بتاخد سكوير روت الاولاني اللي هو ده يعني x 2y يبقى دي x بار 2y، وتاخد سكوير روت التاني اللي هو 7 اللي هو طلع لك على الكالكليتور 7، بس اعكس الايه؟ او خد الساين دي زي ما هي او اعكس الساين بتاعت الرقم اللي طلع لك على الكالكليتور. كل ده ايكوال كام في الاخر؟ 0. يا مستر عايز احل الايكويشن كان البار 2 بيتشال بالايه؟ بالسكوير روت. سكوير روت 0 خلاص مش تكتبه، يبقى x2 y ماينس 7 ايكوال 0. ودي ده الناحيه الثانيه يبقى x2 y ايكوال 7. انت عايز تثبت ان مين؟ الواي فرق، يبقى انا عايز اخلي الواي لوحدها، يبقى ده يروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى الواي ايكوال 7 اوفر اكس بار 2. ايه ده يا مستر؟ انت مش واخد بالك من حاجه؟ هي مش دي فوق ودي تحت؟ يبقى فعلا كده اقدر اقول لك ان انت كده ثبت الايكويشن اهي ان الواي فاريز مع 1 اوفر اكس بار كام؟ 2. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. خلاص احنا ايه؟ تعالى ايه نشوف باقي الاسئله. في حاجات بنعملها سكيب كده عشان هي ايه خلاص اتكررت كتير. المين مجموعهم على عددهم، الميدل بروبورشنال خلاص قلنا بوزيتيف اور نيجاتيف روت اي سي. السؤال بقى اللي عايزين نقف عنده شويه هو ال2 وال5 بلونج للست من 2 في 7 تايمز اكس و9. قال لي حلو، اكيد بيسال على الاكس بكام؟ قال لي ما هو 2 و5. قال لي يبقى الاثنين هنا المفروض تضرب في كام؟ هنا 5، يبقى الاكس بكام؟ يا لهوي على الصعوبه، يا لهوي على الاسئله اللي بتيجي دايما في الامتحانات وانت بتتلخبط فيها يا معلم.
البوينت دي موجوده في السيرد، وقلنا خلاص هنعوض عشان نعرف. السؤال بقى رقم اف ده مهم جدا. اكس على 5 ثانيه اكتبها لك تاني. اكس على 5 هي واي على 4. ركز عشان الكلام ده مهم. ايكوال اكس بلس 2 واي على كي. بص يا مستر، انت قلت لي اكس هنا واحده، اكس واحده، واي 2، يبقى انا عايز اضرب دي في 2 وعايز اضرب دي في 2، يبقى اكس بلس 2 واي انت عايز تجمعهم وتحت تجمعهم. 4 في 2 ب 8، 5 زائد 8، 5 زائد 8 يبقى كام؟ 13. هي اكس بلس 2 واي اوفر كي. اللي فوق قد اللي فوق، يبقى اكيد اللي تحت قد اللي تحت، اللي هي بكام في الاخر؟ 13. السؤال اللي بعده من الاسئله برضو المهمه، يقول لك ايه؟ يقول لك ان انت عندك ان اكس بار 2 ايكوال 4 والان اكس في واي ايكوال 8، يبقى الان واي بار 2 بكام يا معلم؟ بص يا بابا، السؤال ده عبيط جدا. طبعا انت معاك الاكس بار 2، يبقى لو عايز تجيب الاكس بس هتعملها سكوير روت اللي هي كام؟ 2. خلاص، يبقى من هنا هنقول ان الان اكس في الواي هي الان اكس تايمز ان واي. كل ده بكام؟ بيقول لي ب 8. طب ما انت معاك دي بكام من فوق؟ ب 2، يبقى 2 تايم ان واي ايكوال 8، يبقى الان واي بكام؟ ب 4. يبقى ان واي باور 2 بقى يبقى 4 باور 2 اللي هي كام في الاخر؟ 16. سؤال مهم جدا جدا جدا. The linear function defined by rule y equal to x minus 1 intersect. قلنا خلاص لو انترسكت الواي اكسس يبقى حط الاكس بكام؟ بزيرو. حط الاكس بزيرو ده راح، يبقى الاجابه زيرو وكام؟ ونيجاتيف 1. السؤال ده مهم مهم مهم. تعالى نكتبه هنا ونشوف. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاف اكس كي اكس بلس 8 اف اوف 2 ايكوال 0، يبقى الكي بكام؟ نفس الكلام قلت لك، يبقى ده الاكس ودي اجابته الواي. يبقى اشيل الاكس واحطها كان 2 تبقى اف اوف 2 وهنا 2 بلس 8. قال لي ما هو ده كله كان بكام؟ بزيرو، يبقى 2 كي بلس 8 ايكوال 0. ده يروح الناحيه الثانيه، يبقى 2 كي ايكوال نيجاتيف 8، يبقى الكي هي لوحدها بنيجاتيف كام؟ 4، عشان ده بالتايمز يروح بالايه؟ بالديفايدد. الكلام ده مهم جدا وافتكر الكلام ده. طبعا ده خلاص خلصناه. نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. ماشي. تعالى بقى نشوف ايه واي اوفر. قلنا هنا برضو هنعمل كروس ايه؟ كروس مالتيبليكيشن، ونخلي الاكسات لوحدها والوايات لوحدها، بعد كده نقول ده على ايكوال ده ايه؟ على. هحل لك ده دلوقتي. تعال نشوف. تعال نشوف ده. ده عملناه برضو، لو حطينا كل الارقام زودنا عليهم اكس فيبقى الاجابه بكروس مالتيبليكيشن، ونجيب الاكس دي بكام. ماشي. تعالى سؤال زي كده. يقول لك A على 2 equal B على 3 equal C على 4. prove that ان 2n prove 2a plus 5b plus 3c. طبعا دي ماينس انا كتبتها بلس 1 of given. مستر قال لي انت عايز كام ايه؟ 2a، يبقى انا عايز اضرب دي في 2. كام b؟ 5b. c في 3. قال لي بس زي ما تضرب فوق هتضرب تحت، فبقت فوق 2a على 4 هي 5b على 15 هي 3c على 12. انت عايز تعمل لهم ايه؟ ده ماينس ده بلس ده، يبقى 2a ماينس 5v بلس 3c على 4 ماينس 15 بلس 12. دي 1 اوف جيفن ريشيو. طب يا مستر ما هو الرقم ده كله هيطلع بكام؟ بص كده يا معلم، 4 ماينس 15 زائد 12 تطلع بكام؟ بواحد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يبقى كل ده على بعض اتشال، يبقى ده زائد ده زائد ده فعلا 1 اوف ذا جيفن ريشيو. يبقى ده فعلا 1 اوف ذا جيفن ريشيو. ده محسبها بتطلع 1 عشان كده شلتها. هتقول لي انت شلتها ليه؟ حلو. ارجع لك بقى سؤال اللي انا قلت عليه احله لك، اللي هو ده.
ركز معايا. هو بيديني جدول وانا ببتدي اعمل جدول. الجدول اللي انا بعمله ده يبقى كبير شويه. الجدول اللي انا هعمله ده هيبقى كبير شويه. ليه؟ عشان هنا مديني جدول، فانا هعمل جدول. الجدول ده عباره عن اكس كي، اكس في كي، اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار كلها بار 2، واخر حاجه اكس ماينس اكس بار كلها في كي وهنا بار 2. قال لي هو جدول بس سخيف شويه، فانت تخلي بالك منه. مين الاكس ومين الكي؟ قال لي ده الاكس ده الكي. الاكس 0 1 2 3 4. اقفل بقى الجدول. لما تخلص الجدول ده ان شاء الله يبقى انت كده خلصت المساله. حلو. الكي سوري احنا قلنا ده الكي. حلو، ركز بقى معايا. يلا. ايه ده؟ 8 16 15 20 6. حلو جدا. هضربهم في بعض، اداني 0 اداني 16 اداني 100. 3 في 20 يعني 60. 4 في 6 24. انا هجيب سمشن ده وده. هبتدي يا جماعه هقول لك الارقام على طول عشان بس المساله نخلصها بسرعه، عشان هي الفكره كلها ان انت كل مشكلتك ان انت بتبتدي تحسب كل حاجه لوحدها، فده اللي بياخد وقت. يبقى انت كده هتجمع ده مع بعض هيطلع معاك ب100، وهتجمع ده مع بعض هيطلع لك 200. فبنجيب الاكس بار. اكس بار قانونها اكس كي على كي سمشن يعني مجموع، يبقى 200 على 100. 200 على 100 يبقى بكام؟ 200 على 100 يبقى ب2. حلو، ده كان الاكس بار. يبقى انت كل رقم في الاكس هتعمله ماينس، يبقى 0 ماينس 2 و1 ماينس 2 و2 ماينس 2 و3 ماينس 2 و4 ماينس 2. فتيجي تروح كاتب الارقام تاني وتحسب الحسبه بتاعتك. يبقى هنا نيجاتيف 2، بعد كده هنا نيجاتيف 1، بعد كده هنا 0، بعد كده هنا 1، بعد كده هنا 2. تيجي تعملها باور 2 فدي تبقى 4، تبقى 1 0 1 4. بتعمل ايه؟ بتمسك نيجاتيف 2 باور 2، نيجاتيف 1 باور 2، بعد كده تمسك الرقم ده تضربه في الكي، يبقى ال8 في ال4 وال1 في ال16. 8 في 4 يعني 32. 16 0 تايمز الكي يبقى 0. 1 تايم 20 20. 4 تايم 6 يبقى 24. تيجي عايزك تجمع كل ده على بعض، فدي تطلع معاك بعد لما جمعت كل ده 92. الف مبروك، وصلت لحد هنا. قال لي عايزك بقى الستاندر ايه؟ الستاندر ديفيجن. قانون الستاندر ديفيجن ايكوال روت مين؟ سمشن اكس ماينس اكس بار كلها باور 2 كي على سمشن الكي. يعني مين؟ يعني الباشا ده تحت الروت 92 على كام؟ على 100. تعملها بالكالكليتور فيطلع معاك 0.599. 0.959. خلي بالك مسألة رخمة وموجودة في كتاب التقييمات فممكن تجيلك. قال لي طب في واحدة تاني كده قلت لي برضو هقولها لك في الأول. بص كده بقى اللي هي دي اللي هي فيها شرطة. لا مش دي. هي دي. طبعا قلت لك نفس الفكرة بتاعت السؤال ده، قلت لك بس هقول لك ايه الاختلاف عشان تبقى واخد بالك من حاجة زي كده، عشان الكلام ده هيبقى مهم جدا. قال لي دي الفكرة كلها ان هنا في مش ماينس، ده لحد كذا 2 كذا. حلو. مين الحاجة اللي ناقصاني؟ قال لي انا كده معايا الكي، ناقصني بس اجيب الايه؟ الاكس هي اللي تبقى مختلفة بس معايا. هنا السيت في الاول، وهنا الكي اللي هي الفريكوانسي اللي هي 3 4 7 وكمل. السيت اللي هي 0 2 4 8 كذا وكمل. الاكس بقى هي المختلفة شوية. قال الاكس يا مستر عبارة عن ايه؟ قال الاكس ده هي عبارة عن الرقم اللي في النص
ما بين ال0 وال4 اللي هو 2، وهنا ال6 اللي هو من 4 ل 8 اللي في النص 6، من 8 ل 12 يبقى اللي في النص 10. يبقى انت هنا الاكس دي هتبقى 2 وبعد كده 4 بعد كده 6. وكمل مسألتك يا معلم عادي خالص، كمل بقى المسألة عادي خالص، اكس في كي والكلام ده كله، وتطلع معاك نفس الحاجة تقريبا. هنا الستاندرد ديفيشن هيطلع 5 بوينت حاجة تقريبا 5.7 حاجة. فانت كمل مسألتك عادي خالص وتلاقي في الاخر الاجابة 5 بوينت كام 7. هي الفكرة كلها بس ان انت هنا مش بيكون معاك الاكس، بتروح بتجيبها ازاي؟ لو انت عايز القانون بتاعك بتجمع ده بلس ده اوفر 2، 0 بلس 4 يعني 4 على 2 يبقى فيها كام 2، 8 و4 12، 12 على 2 فيها الكام احنا وصلنا فين 0 بلس 4 4 بلس اوفر 2 2. بعد كده قلنا ما بين ال8 وال6 مين الرقم في النص 6 اللي هي جايه من فين 4 بلس 8 4 بلس 8 اوفر 2. يبقى الاجابه دي سوري دي هتبقى 6. لا طبعا ماشي. يبقى تاني الرقم ده جه منين؟ جه من ال2. بعد كده 0 بلس 4 اوفر 2 2 4 بلس 8 اوفر 2 اللي هو 12 على 2 فيها 6. وهكمل بعد كده بقت 10 وكمل بقى الايه الحاجه بتاعتك عادي خالص. قلت لك يبقى الرقم ده بيجاب من اللي هو ايه الرقم اللي في النص ما بين 0 4 2 من 2 وال4 وال8 يبقى 6 وكمل بنفس الايه الطريقه. كده احنا نكون خلصنا مع بعض الالجبرا، فرع الالجبرا من الفروع المهمه جدا. خلي بالك ان الموضوع مش صعب، الموضوع بس عايز تركيز شويه. انت في الاخر هتلاقي نفسك فاهم كل ايه حاجه. ربنا معاكم وان شاء الله الامتحان يجي سهل وكله يبقى زي الفل. شكرا ليكم.